السلام عليكم يا بنات. النهارده هعمل لكم بالكركديه حاجه جميله جدا. هغسل الكركديه واغليه معايا بتاع ربع كيلو وشويه كمان. هغسله حلو قوي قوي واحطه في ميه تغلي. هعمل لكم منه مهلبيه وجيلي. وهغسل كركديه تاني في شفشق ميه اعمل منه عصير كركديه بالصودا. خليكم معايا خطوه بخطوه هوريكم نعمل ايه. هنا الكركديه حطيته بقى اهو يا بنات. هغسله. طبعا الكركديه ما بيغيبش في الميه عشان ما ينزلش اللون، هو ينزل الترابه بس وبعدين نشيله على طول. هعمل فيه ايه بقى؟ هصفيه يا بنات بالمصفى وارجع لكم تاني. صفيته يا بنات بايديا وهحط عليه ميه تاني كمان مره زي ما عملنا اول مره نعمل تاني مره. وهرمي الميه اللي مش نظيفه دي وهصفيه تاني. صفيته بقى المره دي يا بنات في المصفى علشان بيبقى فيه رمل في الميه. وهعمل ايه بقى؟ هروح بيه عند الماء اللي انا بغليها اهو واغليه، واجي اخد كل اللي انا صفيته اللي انا غسلته كويس واصفيه، لان اخره بيبقى فيه رمله. ما ينفعش نسقط باخره، ما ينفعش اصفيه كده بايدي وارجع احطه تاني، لا ما ينفعش. وبعد كده يا بنات بعد ما صفيته بالمصفى وغسلته مرتين حلو وحطيته في الميه يغلي على البوتاجاز. ماشي. عايزه اوريكم حاجه بس هنا. بصوا يا بنات الميه اللي انا صفيتها شايفين التراب والرمل يا بنات عامله ازاي في الطبق. عشان كده غسلته تاني وهو في المصفى. وعشان كده قلت لكم لازم يصفى بمصفى لان بيبقى فيه رمله وفيه تراب. دي طبعا رمله، هي الكاميرا مش مبيناه قوي بس هي دي رمله. لازم يتغسل حلو قوي قوي الكركديه يا بنات. سبت الكركديه بعد غسيله يغلي كويس يا بنات عشان يصفي كل اللون اللي فيه. وهعمل منه المهلبيه والجيلي ان شاء الله باذن الله وانتم معايا. بقيت النص كيلو جبتهم هغسلهم نفس الطريقه تاني مرتين برضو. نفس القصه تاني يا بنات مرتين. بس عشان ماسكه التليفون بايدي هشيله شويه واصفيه انا الميه. وبعد ما صفيته يا بنات شايفين بغسله بغسله بالمصفى كويس عشان لو في رمله في تراب في اي حاجه تنزل اهو. عليكم غسيل الكركديه حلو قوي يا بنات لان ده بيتشمس على فوق سطوح وكلام من ده عشان اللون بتاعه يثبت عليه وكده اول ما يطلع الزرع. اول ما صفيته يا بنات وغسلته مرتين ثلاثه حلو قوي وغسلته تاني في المصفى هصب عليه شفشق الميه وده اللي هنعمل منه يا بنات عصير الكركديه. هي بس الزياده ان عصير الكركديه بزوده تلج وصودا يا بنات. بيبقى حلو قوي والله بسم الله ما شاء الله كده عملنا الشفشق بتاعنا ميه عليه اهو. وهنقعه في التلاجة بقى لغايه ما ينزل اللون كله. اكون انا عملت المهلبيه والجيلي وطبعا هسيب الجيلي يبرد والمهلبيه في التلاجة مش اقل من ساعتين ثلاثه. الجيلي لوحده بيحتاج 4 ساعات في التلاجة يا بنات. طبعا بعد ما يتعمل هسيبه يبرد بره على الرخامه وبعد كده هدخله التلاجة وانا معاكم وانا بعمل المهلبيه والجيلي انا معاكم بخطوه بخطوه. هغطي شفشق الميه كويس واسيبه في التلاجة. هدخله التلاجة دلوقتي. بعد ما دخلنا شفشق الميه في التلاجة يا بنات اللي فيه الكركديه يتنقع هاجي اقلب هنا الكركديه عشان فيه فوق كده مش هينزل لونه. شايفين اللون يا بنات جميل تحفه. هنقسمه دلوقتي للمهلبيه وللجيلي وانتم معايا بس هسيبه يستوي شويه كمان ينزل كل اللي فيه. وبعد يا بنات ما الكركديه ينزل اللون وغلى كويس جدا
هاجي هنا بالمصفى واصفي، اخد الورد ده بتاعه، مش هنرميه يا بنات، هقول لكم نعمل فيه ايه في الاخر. هنصفي الميه كلها كويس قوي، والورد اللي طلع ده يا بنات مش هرميه، هعمل بيه حاجه تانية حلوه قوي برضو. هصفيه حلو وارجع لكم تاني. التليفون لما بيسخن في ايدي ما بيرضاش يقفل. خليكم بقى معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا يا بنات خدت هنا بالكوباية المية لكيسين الجيلي، بسم الله الرحمن الرحيم، 4 كوبايات زي دي، وصبتهم هنا كده. وهاخد شوية كمان صغيرين مش كتير. ده ايه بقى يا بنات؟ ده الجيلي. عندي جيلي فراولة اهو، مصري عادي، جيلي مصري عادي مش المستورد. كيسين اهم يا بنات، طلعتهم من العلبة عشان زي ما انتوا عارفين ماسكة الموبايل بايد واحدة. فتحت الكيسين يا بنات اهو. وطبعا هنا الكركديه بيغلي اهو، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هصب يا بنات الكيسين. تحفه يا بنات، جيلي الكركديه حلو. ويا سلام بقى لو ده ضغط حد واطي يعني، حلو قوي الكركديه اللي بيغلي. وهنقعد نقلب لغايه ما يتماسك الجيلي شويه، او يدوب شويه الجيلي في الكركديه المغلي بتاعنا. هقعد اقلب كتير يا بنات علشان ما اطولش عليكم الفيديو. هقلب انا مع نفسي وارجع لكم تاني. بعد يا بنات ما صبيت الجيلي، اتبقى مني شويه صغيرين، بدور على حاجه صغيره احط فيها. جه حفيد وقال لي لا بالله عليك يا تيتا حط لي في دي، انا مش عارفه احطهم، هيبقوا حاجه بسيطه خالص يعني، بس حطيتهم له علشان ما يزعلش. وكده الجيلي بتاعنا يا بنات اهو، هيبرد على التلاجة على الرخامه براحته خالص خالص، وبعد كده ندخله التلاجة. وده بقى الكركديه يا بنات بتاع المهلبيه. احنا خلاص خلصنا الجيلي، جينا الكركديه المهلبيه وهو بيغلي كده. هنحط فيه سكر يا بنات. السكر ده طبعا ما اقدرش اقول لكم حطوا قد ايه، حطوا على حسب الرغبه يعني، على قد ما انتوا عايزين. واللي مش عارف يحط ويدوق ويشوف هو لسه هيحتاج تاني ولا لا. ومعايا هنا فانيليا، احط نقطه فانيليا فيها كده. كده انا حطيت السكر والفانيليا يا بنات اهو. هقلبه شويه على النار اهو، وبعد كده احط النشا على طول. طبعا هدوق طعم السكر اللي انا حطيته كفايه ولا هحتاج تاني، لان زي ما انتوا عارفين ان الكركديه بيحتاج سكر. فانا هشوف كده مع نفسي هحتاج سكر تاني ولا لا. دوقت السكر بتاعه، لقيت نفسي محتاجه شويه سكر صغيرين، زي ما قلت لكم الكركديه بيحب السكر، فزودت شويه سكر على حسب الرغبه يعني. وجبت هنا كيس النشا معايا وشويه ميه. هاخد من كيس النشا بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد يا بنات حوالي 5 معالق نشا كبار. بس طبعا انا هحط كده ان انا ماسكه الموبايل بايدي. بعد يا بنات الكركديه بتاع المهلبيه مغلي، وطبعا انا بقلب في النشا اهو. النشا المعلقه مكان كركديه فعملت لون احمر في النشا. طبعا يا بنات وانا بحط السكر في الكركديه لازم اعمل حساب النشا والميه اللي هيتحط عليه، لان انا عامله النشا في ميه. طبعا المفروض النشا يتصب بالراحه مع التقليب، وانا علشان ماسكه تليفون واحد مش هينفع، حطيته كله وهقلب مع بعض معاكم اهو.
بصفي اخر نقطة في الطبق من النشا. ونقعد نقلب كده يا بنات لحد ما يربط النشا عشان ما اطولش. اقعد اقلب يا بنات زي ما انتم شايفيني كده لحد ما يبدا يتقل في ايدي اهو. بدا يتقل في ايدي اهو. بسم الله ما شاء الله، بدا يربط اهو. اهو يا بنات. لو حد دخل عليكم هيلاقيكم مقدمين حاجه في ساعتها، ما بتعملش في نص ساعه والله يا بنات، بالذات المهلبيه يعني، لان بتربط على طول. لكن الجيلي ممكن يغيب في التلاجة 3 4 ساعات قبل ما يربط يعني. ومحدش يحط الجيلي في الفريزر يا بنات عشان ما بيبقاش جيلي خالص، بيبقى حاجه تانية. الجيلي يتحط في التلاجة بس بدأ يربط خالص اهو. وعشان بياخد تقليب كتير يا بنات وطولش الفيديو عليكم، هقلبها انا شويه وارجع لكم تاني. وبعد المهلبيه يا بنات ما قفلت عليها، بسم الله ما شاء الله اهي، جميله جميله جميله. هصبها كده في الاطباق. هعبي بيها كل الاطباق وارجع لكم تاني. وكده يا بنات بعد ما صبيت المهلبيه كلها بسم الله ما شاء الله اهي، هقول لكم اللي بيحب القرفه يا بنات يحط قرفه. انا هنا هحط قرفه واكتبها باسم حفيدي، اشوف هعرف اكتب باسم حفيدي بالقرفه ولا لا. بصوا يا بنات صعب قوي ان انا اكتب الحروف بالقرفه، بس انا حاولت. كتبت هنا ادم عشان هو حفيدي الكبير، وبعدين مالك، وبعدين مكه. طبعا ليا احفاد تانية 3 تانيين، بس مش عارفه اكتب اساميهم بصراحه، لان كده ايه الحاجه هتبوظ قوي يعني. طب قال لي يفرق بين الجيلي هنا، ده الجيلي، وده المهلبيه، ان انا حطيت هنا قرفه، وهحط فاكهه في على بقيه المهلبيه. وبعد بقى ما خلصت يا حبايبي الحاجه كلها، قلت طبعا ما زعلش بقيه الاحفاد. كتبت هنا ادم طبعا ابو الانبياء، ده حفيد الاول. مالك حفيد الثاني، بعديه نور حفيد الثالث، جمال الرابع، مكة الخامس، مي السادس. هنا منتظرين بيبي لسه، فربنا يعمل اللي فيه الخير يا رب. لو فيه خير يجي بالسلامة، في شر يبعدوا عننا يا رب. بصوا بقى يا بنات، الورد اهو انا صفيته ومرمتوش. هعمل بيه ايه؟ هنشفه وهعمله بودر. لما نيجي نطبخ رز احمر واصفر وكده هنعمله بودر الوان صناعيه يعني، مش هرمي اي حاجه خالص خالص خالص. ادم خلصنا كده المهلبيه اهي بسم الله ما شاء الله. وده الجيلي بعد ما احطه هو خلاص كده بيرد على الرخامه ان شاء الله باذن الله. كده هدخله دلوقتي في التلاجة ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا بنات، انا جيت هنا بقى عند الفرن، لقيت الكركديه اهو، اللي خدنا منه الميه غليناه وخدنا منه الميه بتاعته، عملنا مهلبيه وعملنا جيلي وعملنا عصير، وهوريه لكم كله لما يخلص. لقيت الفرن عندي والع، قلت فرصه بقى استغل الفرصه دي. دخلت فردته في صينيه اهو، وهدخله ينشف يتجفف يعني. وبعد ما يتجفف هنضربه في الكبه هيبقى بودر. نعمل بقى الاكل بقى، نلون بيه الرز، نلون بيه مهلبيه، نلون بيه اي عصير، نلون بيه اي حاجه، هيبقى مفيد احسن كتير من الالوان الصناعيه يا بنات. شوفوا مش هنرمي اي حاجه خالص خالص. قلت فرصه بقى والفرن ولع بالمره ندخلها يا بنات. المهلبيه خلصت والجيلي خلص وكله تمام. عندي احفادي عمالين برضو ايه بيمد ايدهم برضو،
فبصوا يا بنات هنحط السكر في اللهم صل على النبي في الكركديه، وهقلب السكر شويه حلوين كده، وبعدين هقول لكم نعمل فيه ايه. هقلب كده يا بنات الكركديه كده. معلش يا جماعه والله الجيلي كان حلو جدا جدا، بس احفادي يعني بصوا بوظوا الدنيا. الجيلي الكركديه اهو يا بنات جميل جدا جدا. الف هنا وشفا للي ياكل زيه يا رب. الجيلي اهو. والمهلبيه كنت كاتبه ادم هنا، بس ادم مبوظ حرف الميم. كاتبه هنا مالك، كاتبه كل احفادي على الجيلي وعلى المهلبيه. ده المهلبيه يا بنات، وده الجيلي، وده العصير اهو. هنصبه دلوقتي بعد ما حطينا السكر وقلبناه، هنصبه ونحط عليه الصودا ونشوف هنعمل ايه. بعد ما حطينا يا بنات التلج في الكاسات، هنحط عليها ايه بقى؟ الصودا دي بقى كده. الصودا هي يا بنات، بصوا بقى الالوان بتاعتها جميله ازاي. بتديك 3 درجات في الالوان، غامق فاتح 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 خالص. شايفين اللون يا بنات؟ يا رب تكون واصل لكم اللون اهوت جميل جدا. شايفين 3 درجات اهو. بعد التلج ما بتحط عليه بنحط عليه شويه صودا خلاص كده. طبعا الكركديه انا حطيته في الفرن يا بنات، علشان ايه بقى؟ اللي احنا عشان اعمل انشفه واعمله بودر، وبعد كده هناكله بقى بالهنا والشفا في الاكل كله. الف هنا وشفا على احفادي هنا، والف هنا وشفا للي يعمل زينا يا رب وياكل زينا. حلو قوي قوي يا بنات عصير الكركديه. عصير الكركديه ده جميل جدا ومفيد يا جماعه للي ضغطوا عليه، لان ده منقوع. وده الجيل يا بنات، وده الجيل يا بنات، وده الكركديه في الشفش اهوت، ودي المهلبيه عليها. شايفين المهلبيه؟ لا ده أنا لازم اكل مهلبيه قدامكم. طبعا انتوا شفتوا بالجيلي، طبعا ولادي احفادي سيحوه. نلحق بقى المهلبيه قبل ما يسيحوها هي كمان. اهي يا بنات بسم الله ما شاء الله، والله العظيم تحفه وجميل جدا جدا. الف هنا وشفا للي يعمل زينا، والف هنا وشفا علينا هنا. بحبكم في الله، يا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم. والكركديه اهو يا بنات بعد ما نشف في الفرن اهو، هناخده ونضربه في الكبه ونعمل منه بودر للاكل يا بنات. هطلعه كده بالفرن واضربه في الكبه. وشوفوا يا بنات الكركديه بعد ما نشف سامعين الصوت؟ سامعين الصوت يا بنات اهو. هنضربه في الكبه وهننعمه. وبعد ما ضربناها يا بنات اهي ما شاء الله، عبيتها في برطمان قديم عندي بتاع مربى، حطيتها فيه. دي حلوه بقى يا بنات، ممكن نحطها في الاكل كله، نلون بيها اللون الاحمر، مهلبيه، رز، اي حاجه. وممكن نحطها كمان في عصير تاني. ممكن نعمل بها جيلي برضو، وممكن نحطها في الحنه. الناس اللي بيحطوا حنه في الكركديه. بس كده وكده احنا مرمناش حاجه خالص. عملنا من الكركديه بودر. بعد ما جه يترمي عملنا منه البودر، وعملنا منه الجيلي، وعملنا منه المهلبيه، وعملنا منه العصير بالصودا. الف هنا وشفا للي يعمل زينا، والف هنا وشفا علينا هنا جميعا. يا رب يا رب تكونوا استفدتوا يا بنات. بحبكم في الله. سلام عليكم. باي.